استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ما انا كنت فرحان ومبسوط امبارح والدنيا كانت تمام وزي الفل. وانا ايه اللي كان خلاني ان انا ادخل اسرش عن جوجل واقول نادي الزمالك عشان وحشني. عشان وحشني بقالي كتير ما شفتوش بيلعب. يا احسن يوم في عمري اللي اتربيت على حبه كان يوم اخبر لما شجعته اصلا. ايه اللي خلاني ابحث على جوجل واقول نادي الزمالك واعرف ان الزمالك هيلعب النهارده في كاس عاصمه مصر امام نادي زد. النهارده الزمالك بيلعب في كاس عاصمه مصر امام نادي زد ويخسر 1-0. واحد هيجي يقول لي من كاس عاصمه مصر ده الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم الفرق الكبار بيلعبوا بالعناصر الشبابيه والناشئين والعناصر الاساسيه كده كده مشغولين في المنتخب ومشغولين، يعني مش بيلعبوهم عشان خاطر ايه يريحوهم. يعني حضرتك يا فندم الكارثه الكبرى انك انت بتلعب بالعناصر الاساسيه اللي انت تمتلكها في حياتك كلها. يعني لك ان تتخيل ان هم دول اللي هتكمل بهم الدوري، وهم دول او قسما بالله شويه المعتيه دول هتكمل بهم الدوري وهتكمل بهم كاس عاصمه مصر والسوبر المصري وكاس الكونفدراليه الافريقيه اللي انت هتلاعب بهم المصري وهتلاعب بهم سيراميكا في دور ال 16 من بطوله كاس مصر. الملخص المباراه شيكوبانزا تقع منه البنده ويحطها التاني. يا ابني ما ترمي امها بره يا ابني، خلاص ما هيكون المقرة تيجي في وشك هتقع منك تاني. هو انت فاضي تركز للماتش ديت اللي انت التوكه اللي انت لافف بيها على اورتك ديت؟ يا ابني انت في ايه يا ابني؟ وعندك طبعا الحكم مديك 7 دقايق وقت محتسب بدلا من الضائع. اديني 20 دقيقه الزمالك مش هيتعادل ولا هيجيب جول لولا تالق الحارس المهدي سليمان اللي شال 4 انفرادات في اخر 7 دقايق فقط. يا جماعه انا مش عارف ايه ده، ايه المنظر ده بجد والله. قسما بالله العلي العظيم خساره فيكم الكهرباء اللي بفتح بها التلفزيون واتفرج بقى على مباراه.